قصتنا اليوم قصة مثل. المثل هذا ربما الكثير منا نعرفه وإلا حتى داولناه، ولكن الأكثرية ما يعرفوش القصة اللي وراء المثل هذا. مثلنا اليوم هو عاد بخفي حنين. عاد بخفي حنين أي رجع بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، صفر اليدين، شيء ما ثم، يعني تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. المثل هذا وراه قصة مشوقة، إذا حبيت تعرفوا عليها كاستي المنعنع وإلا القهوة، وهذه من عندنا وتابعونا. السلام عليكم. يا سيدي مثلنا اليوم يحكي على راجل يدعى حنين، كان يخدم اسكافي. شنو هاني جايك بالحكايه، اصبر على رزقك. الاسكافي هو صانع الاحذيه. الحاصل سي حنين هذا مشهور بصناعته واتقانه وخبرته بالاحذيه، صنايعي يعني الصيت متاعه ذاع في كل مكان، واي حد يحب يشري صباط يقصد سي حنين. الصباط كلمه تونسيه تعني حذاء خف، والدكان ما شاء الله يدخل برشا فلوس. وفي يوم من الايام مر من امام دكان سي حنين هذا اعرابي، فليكن اسم الاعرابي هذا الناتن. والناتن أكرمكم الله هو شخص كريه الرائحة، في حارتين دولة بالاسم هذا. الناتن جاء الناتن مشي، ما نطولش عليكم صار منعوض بالصبع. الناتن هاهو الناتن هاهو. هاي العربي هذا هز الدواب متاعه معبية بالسلعة ومشي للمدينة على أساس يبيع سلعته ويرجع بها معبية بالحاجات اللي باش يشراها والهدايا. هيا تعدى الدكان سي حنين، حط بهايم البرة ودخل للحنين. شالوم وعليكم الشالوم، وبدي يسأل فيه ويشوف في الأحذية اللي يصنع فيها ويدقق فيها ويقلب في السلع، حط هذه هز هذه، ويسأل في حنين على الأسوام والأنواع، اش ثم أنواع. وسي حنين يجاوب الخيرات الكل موجودة، هاي أنواع وأشكال، غير علاش ترضى. هذا هو نوعية تزواري، ما عندهاش برشا مخدوم، ثم رجوع وثم العياش. وشوف هذا تعلم، هذا آخر ما صدر الياسين، سلعة طيارة ما شاء الله نيو. هيا عجباته النوعية هذه، سأل إذا ثم لقياسات الكل، قال له حنين تهنى عندي برشا قياسات توصل حتى لل105، ما تخرج كرة بعون الله. هيا اسأل على الأسعار. جاء الأعرابي بالجدال والمساومة حول الأسعار كأنه يحب يشري، وبعد جدال طويل خذ برشا من وقت سي حنين اللي سيب الحرفاء الآخرين وبقي الله كان بالأعرابي. هيا اتفق معاه في الآخر على سعر على أساس خلاص باش يشري، وإذا بالأعرابي يترك الدكان وما يشريش الحذاء. قال نعمل دورة وتو نرجع. وفي رواية ذهب ولم يعد. أي سي حنين غشش على الآخر، استشاط غضبا، لأن العربي هذا خذ منه الكثير من الوقت وعطل عن خدمته وعن زباينه اللي روح منشغل به عنهم فانصرفوا عنه، فخسر الزبائن وما باع حتى شيء. وقتها سي حنين قرر باش ينتقم، قال والله ما نحي له القالانت متاعها وابقى خلي البيض ينفعه. هيا سي حنين كلم ولد عمه باش يردوا بالهم من الدكان حتى يرجع، لكن سكتوا. قال ما لا، قال لهم راني مانيش طالب منكم باش تبيعوا للناس والا حتى تدخلوا الدكان وتعسوا، لا سمح الله، قالوا فقط تتعسوا من بعيد لبعيد. سي حنين ما هو يعرف البركه، تركينه نفق بيت دار زنقة. تبع الأعرابي وسلك طريق أسرع من الطريق اللي سلك الأعرابي وأسهل حتى سبقه بمسافة باهية. وخذي الخفين اللي عجبوا الأعرابي، ضع واحد منهم على طريق من المسافة 0، وضع الخف الثانية على بعد مسافة كافية منه، وتخبى في مكان يراقب الأعرابي. الأعرابي اللي بالطبيعة ما يعرف كان الطريق اللي جاي منه ومعذور، الأرض ماهيش أرض خاطيات. يا سيدي هاك الأعرابي يمشي دبة راكب على دابة ويسوق في بقية البهايم وراه. القى فردة الحذاء، قال هذا يشبه الخفي حنين، هو خفي حنين ماهيش، لكن هذا هو خف واحد. لو كانت الخفة الثانية معه راني أخذته ببلاش. فتركه وواصل طريقه، وبعد مسافة وجد الفردة الثانية، قال يا حبيبي كأن هذا وذاك خفي حنين. أي هز الطمع ولا هز الخفة الثانية وترك دوابة في مكانها، ثم رجع للخف الأول باش يهزها. سي حنين من المسافة 0 لم الملمة واللي ثم وساق الدواب وصد ربي رجع الدكان. وعندما عاد الأعرابي لمكان الدواب حدث ما لم يكن في الحسبان، لم يجدها، ما لقى شيء، لا الدواب ولا السلعة. وبدا ينوح، يا حليلي المركافة مشد، راهم عرولي راسي باش نرجع للحارة، باش نقولهم. وبقي وقت عليه الحالة. من بعد عرف ان البكاء ماهوش باش يفيد، وان اللي مشوا
معلش باش يرجع. فواصل طريقه فارغ اليدين. كان الخفين يدلدش فيهم والراس مدنكس. هيا وصل للحارة. استغرب أهل الحارة رجوعه بدون البهائم. سألوه: أين البضائع والهدايا؟ وأين البهائم والسبايا؟ بماذا عدت يا أعرابي؟ فرد الأعرابي: عدت بخفي حنين. ومن وقتها مشت القصة هذه مثل اليومنا. هذه كانت قصة مثلنا لليوم. لا مؤاخذة يا جماعة، صرفنا فيها شوي. إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش خلونا أراكم وتتابعونا. مازال عندنا برشا أمثال وقصص باش نحكوهم لكم. في عون الله. في أمان الله.